نصيحتك للمستمعين والمشاهدين؟ نصيحتي أنا على طول بقول إنه إحنا اليوم بعصر آه، سريع. إحنا اليوم اللايف ستايل تبعنا هي عم تكون سبب مباشر لإصابة العمود الفقري. اليوم نحن بنقعد على المكتب 7-8 ساعات على الكمبيوتر. آه، نحن أجسامنا منا مهيئ، يعني ربنا خلقنا ما خلقنا نقعد على الكمبيوتر 7-8 ساعات. نعم. نحن اليوم إذا نروح مشوار عندي كان نستعمل السيارة. اليوم إذا بدنا كانوا الأولاد يروحوا من ضيعة على ضيعة مشي. اوكي، كتاب صغير بايدهم. سو نحن اليوم الاشياء اللي ننتبه لها كيف نحن ننتبه لصحتنا، نستثمر. اليوم اذا وجعني ظهري مش باخذ دواء اللي وصف لي جاري لانه صار مجرب لسه الحكيم. نعم، هذا غلط. وما أكثرها. ايه، اليوم ننتبه لشنطة المدارس كمان. الاولاد هيدي بدها حلقة كاملة. صحيح. شنطة المدارس ما تكون ثقيلة، يكون الولد عم يحمل الشنطة على الكتفين مش على كتف واحد. صبايا يحملوا سكة تكون على كتفين. اليوم اذا قاعدين بالمكتب قعدوا شكل جالس، عمود ظهركم جالس، اجريكم قراب، يعني في كتير مثل ما اشياء. هلا قاعدين. مثل ما هلا قعدتي جلستيها. جلست. اوكي، الشباب بيروحوا يتمرنوا بالجيم شوي شوي على الاوزان، ما تتباهوا بالاوزان تقيله. اليوم معك حق. لما الجسم بدنا هي بهذه النصيحة، الوجع هو رسالة كتير مهمة، اسمعوها واحترموها. لما جسمكم عم بيعطيكم إشارة وجع سمعوا لها، عرفوا شو السبب، مش تاخدوا دواء وتسكتوها، لأن هذا عبالكم في عندكم مش لحلوها. لازم ما حليتوها رح تصير عندكم مشاكل بالمستقبل. بقى ما تسكتوا الوجع بالبين كيلر مسكن، شوفوا شو المشكلة وحلوها. وكل إنسان كل إنسان في حل مشكلته. واليوم الناس اللي يعني انا بعرض خدماتي على المجتمع، على المستمعين، لانه عندي علاج الحمد لله بنسبه النجاح كثير عاليه. وفي 3 فئات بيستفيدوا منه: الناس اللي عم ياخذوا دواء ويسموا اجسامهم وتبي دواء شيء مؤقت، الناس اللي فقدوا الامل، اوكي، انه هودي نعم. الناس قالوا خلص بدي اعيش مع الوجع، والناس اللي قالوا لهم انت هيدي مش هيدا الوجع رح يضل معك لحياتك. الاطباء بيقولوا له بدك تتعلم تعيش مع الوجع. اوكي، لا مش ما في نتعلم نعيش مع الوجع. الوجع هو مش لازم يرافقنا، مش لازم نكون موجوعين، وكل انسان بيستحق good quality of life، بيستحق يكون عنده حياه منيحه. بقى ما بدنا نتعود الوجع، بدنا نحل الوجع. هودي الناس بيقولوا فيكم امل، في حل لمشاكلكم، بتنحل مشاكلكم بشكل جذري وبشكل طبيعي وبدون حاجه لادويه او لجراحه. تسلم تمك دكتور، عن جد نصائح كتير مهمة المفروض يتبعوها المشاهدين والمستمعين. ثانك يو سو ماتش لحضورك. شكرا على الاستضافه. زدت لنا قيمة للبرنامج. ميرسي. ميرسي لكم. وأكيد بتشكركم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. وقبل ما أنهي حلقتي بدي أتشكر أكيد صالون شيك، المصفف الشعر أنور حسن اللي اهتم بإطلالتي اليوم. والشكر موصول لديكوت كونسبت ستور، بوتيك ديكوت كونسبت ستور بشويفات حي القبة، لصاحبته عبير أبو هدير، بتهتم بالأوتفيت الرائع أسبوعيا. إلى اللقاء مستمعينا ومشاهدينا الأسبوع القادم بنفس التوقيت ببرنامج ضيف مع سحر.